عاجل تفاصيل جريمة مقتل مصري على يد خليجي داخل أسانسير بالدقهلية. لا حول ولا قوة إلا بالله، جريمة بشعة تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا بحضراتكم. قبل أي تفاصيل لايك للفيديو، اشتركوا وفعل الجرس من كلمة الكل عشان خاطر يوصل لكم الجديد والترند. وقبل ده كله هنصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. تفاصيل جريمة مقتل مصري على يد خليجي داخل أسانسير وقطع عضو الذكري. ذبحه وقطع عضو الذكري. خليجي يرتكب جريمة مروعة في مصر. ألقت الأجهزة الأمنية القبض على خليجي ارتكب جريمة مروعة هزت مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية. ارتكب المتهم جريمة قتل بشعة، حيث ذبح شخصا مصريا وفصل رأسه عن جسده وقطع العضو الذكري داخل إحدى العمارات بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، وذلك بسبب خلافات بينهما. تلقى مديرا أمن الدقهلية اختارا من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة مصري في العقد الخامس من عمره داخل إحدى الشقق بإحدى العمارات في شارع الجيش بالمنصورة. وعلى الفور انتقلت الأجهزة المصرية رجال الأمن والسيارات والإسعاف إلى مكان الواقعة. وتبين بالفحص أن الشخص المجني عليه عمره 56 عام، مقيم بمدينة المنصورة، لقى مصرعه زي ما قلت لحضراتكم التفاصيل البشعة دي، وأن الآخر يحمل جنسية خليجية لخلافات بينهما. وكشفت التحريات الأولية أن الخلاف نشب بين الشخصين وتطورات الخلافات إلى مشادات كلامية، ثم ارتكب جريمته البشعة. وتولت النيابة التحقيقات، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي للانتداب الطب الشرعي. ربنا يا رب يرحمه ويغفر له، يسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.